أبيات بس بذكرها لكم. أبيات ابن مشرف رحمه الله يمدح أحد أئمة آل سعود. الإمام فيصل بن تركي أو عبد الله بن فيصل يقول: علامة تلوم في سلمى علامة، وقد برح الفؤاد بها وهامة، وتكثر في الهوى العذري عذل، ولو أنصفت لم تبدي الملامة، فمن لمتيم إن شام برقا تألق هجعة هجر الملامة، وإن هبت صبا من أرض نجد الريح منها والخزامة، تصاب قلبه واهتز شوقا وحرك من ندامته الندامة، تركنا أهلها ليلا فقالت من الآتي وأهلنا نياما، فقلت محبكم قد جاء ضيفا فلا تجفو حبيبا مستهاما، فقالت كيف زرت ودون وصلي حروب النار نارها تذكر الظلامة، فقلت أما علمت أو أشعرت أو علمت بأن إمامنا أبدى الكمامة، تبدل بالثياب جلود نمر وسل على أول الظلم الحسامة. انظر كيف هذا الأدب، يمدح الإمام لأنه استعد للحرب لإلزام الناس بالتوحيد والأخذ على أيدي خصوم الدعوة. لبس جلد نمر وسل السيف وجهز السيف. أما علمت أو شعرت بأنما إن إمامنا عبد الكمامة تبدل بالثياب جلود نمر وسل على أولي الظلم الحسامة. هذا الشيء موجود ديوان ابن مشرف رحمه الله كله في مدح الأئمة من آل سعود، أسود التوحيد، أسود التوحيد، ما إجاب طبل وإجاب خرابيط يغري النساء والفساق بالمردان، لا، عز الإسلام. ونفسه قصيدة حسان: بان السعاد فقلبي ذي متبول متيم في إثرهم لم يبدو الأبيات هذه. فالمقصود هذا الشيء، وهذا الغزل ما هو غزل ساقط، غزل كلام سفلة الناس وفيما يتعلق بالفروج والفواحش. نعم.